1 2 3. وهيدي اطيب دولمة عراقية. شي بدنا نتفق عليه انه هاي اول مرة بعمل دولمة، فاذا عملت شي غلط ما تعيطوا علي، حطولي بالكومنت شو عملت غلط. اول شي رح ننقع كبايتين رز مصري بمي مغلية على النار. بنقص البصلة هيك وبنحطها. حسوا انه معقول تقدر تفك الورقة لحالها، شيلوها. سلق وورق عنب، وبدنا ننقر كوسة وباذنجان، بس مش حنكب اللب اللي جوا. بالباذنجان دقوه، اذا كان مر ما تحطوه بالحشوة. للحشوة بدنا بندورة، بقدونس، نعناع يابس، بصلة مفرومة ناعم، شوي من لب الكوسة والباذنجان، لب بندورة، ملح، كركم، 7 بهارات وفلفل اسود، زيت زيتون، عصير حامضة، واكيد دبس رمان. قد ما ريحتهم وشكلهم بشهوا كنت حانسى احط اللحمة. بدنا نخلطهم مع بعض، نخلطهم كثير منيح مع بعض، وما في داعي اخبركم قد ايه طلع جلي. هيدي الاكله مش للقلوب الضعيفه. كمان شغله، شفت كثير عالم عم بيقولوا انه لازم نحط شبت، وعالم كثير تانيين عم بيقولوا ما لازم نحط شبت، فانا صراحه محتاره. شويه شبت مجفف رح احط رشه هيك بالنص، لا رح كتر شبت ولا ما رح احط بالمره. هلا حجيب طنجرتي ورح احط بكعبها الضلوع تبع السلق، رح احط ريش غنم، رح رش عليهم رشه ملح وفلفل اسود تتصير هيك. بصل من اسهل الاشياء اللي فيكم تحشوها، بس بتحطوا هون سكروها هيك. خلصت. انه هيدي الاكله من الاكلات اللي بنعملها مره بالسنه مش اكثر. ان شاء الله جوزي ما يحبها. انا ماما واختي قالوا لي انه بدك نيجي نساعدك، قلت لهم لا لا ما بدها شيء، انا ندمانه. يالو جوزي فيني يالو. رح تقلها بهيدا، بس رح احط شي فوقه اكيد. حتى بهي ما تضحكوا علي، بس هيدا الموجود، ما عندي هيديك الفخاره، يعني لازم اخدها من عند ماما. بتضووا عليها النار هيك تطلع ريحه شوي انه تأمر شي، بعدين بنضيف الصوص. يعني بالعراق حتى هيدي هيك عاملين لها تكنيك، مش فورا بنحط. هلا هي وعلى النار رح احضر الصوص. بدي كبايتين مي سخنه، رب بندوره، ملح، سكر، حامضه، تقريبا زيت الاشياء والبهارات اللي نحطوا بالحشوه. قادرين تسمعوا الصوت، هي اصلا طلعت مي، يعني هي اصلا لدعت شوي من تحت وطلعت مي. هلا بنزيد الصوص اللي عملناه. اول ما تغلي بتنقلوها على نار واطيه وبتتركوها شي ساعه ونص. وصلت ماما قالت لي انه ريحه الطبخه واصله لتحت على الباركينج. بقى تاكلوا محاشي الا دولمه.